السلام عليكم ورحمة الله. بداية جديدة ويوم جديد ويلا بينا. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا نهار أبيض، أنا مش تعبني غير إن أنا أشيل كل الهم ده تاني. أنت متخيل كل ده يتلم تاني وفي الآخر اتفرش على مفيش والله. بص يا ولاد، وانا والله بتكلم على الحل اللي حصل. يعني قاعدين الناس هتبقى تدور على بيشنت، والراجل يعني يوم ما جبنا بيشنت خد الثلاث كربونات بينج ومفيش فايده. الراجل ده بقى لي كلمتين يروق الحال. قول يا خالد تاني بقى. بص والله بجد، يعني هو بص، يمكن سبحان الله، هي ممكن كانت تبقى رساله من ربنا والله. يعني انا امبارح قبل ما انام كنت ناوي ان انا اتكلم على نقطه ان انت ممكن تاخد بكل الاسباب وفي الاخر برضو الموضوع اللي انت عايزه ما يتمش. والله بجد يعني سبحان الله، هي يعني قدرا كده والله. امبارح يعني انا المفترض النهارده كان المقرر ان انا اجيب اول بيشنت اعمل له حشوه عاديه، مش حشوه عصب، حشوه عاديه. وامبارح قعدت حوالي يجي ساعتين بسمع فيديوهات، كتبت الادوات بالتفصيل الممل اللي هو مش من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا. كمان اللي هو يعني شوف، كتبت الخطوات بالترتيب وكل خطوه تتعمل ازاي وتاخد وقت قد كده، وتاخد وقت كذا. وخلاص اصبح مش واقف غير على ان انا اصبحت الصبح اروح الكليه اجيب بيشنت اشتغل عليه، اجيب واحد عيان ابص على ضرسه اشوف عنده كيرز ولا لا واقوم قعده واشتغل عليه. عملت كل ده، عملت كل الخطوات دي، وكان عندي سيكشن من الساعه 9 للساعه 11. السيكشن خلص حوالي 10 ونص، فاصبح معايا نص ساعه قبل السيكشن اجيب فيها بيشنت. وتقريبا السيكشن كله بتاعنا كده احنا حوالي 20 مثلا حاجه و20 واحد، ولكن قدرا ما كانش فيه غير 10 بس 10 حالات في السيكشن كله. فاللي لحق واللي ما لحقش واخوكم حظه الحمد لله زي الفل فما لحقش. طيب نسكت؟ ما سكتناش والله. قعدنا ندور تحت ونطلع فوق، ندور فوق في العيادات على اي بيشنت عايز يعمل كلاس 1. لدرجه ان انا اخر ما زهقت خلاص ومش لاقي في الجامعه كلها، مش لاقي حد عاوز يعمل حاجه. طلعت بره الجامعه خالص، بره البوابه خالص، ودورت وسالت ناس ولحد ما لقيت واحده، لقيت ست محترمه كده الله يبارك لها، رحت جايبها. بس للاسف كان عندها مشكله اللي انا كنت هعرف اشتغلها في الضرس السابع، ولكن الضرس السادس عندها كان متدمر خالص، كان محتاج حشو عصب، فما كانش هينفع خالص ان احنا نشتغلها في الضرس السادس خالص. فكنت اخدتها قلت خلاص انا هشتغل الضرس السابع اللي هو محتاج الحاله اللي انا هعرف اعملها. رحت يا سيدي خدتها وطلعتها للمعيد فوق. الدكتور بص عليها وقال لي خلاص خلي بالك بس عشان هي ده هتدخل على الثانيه، الضرس قرب الثاني يدخل على حشو عصب. فقلت بس ما فيش حل غير ان انا اجرب، يا انفع يا ما انفعش. المهم بدأنا، جهزت اليونت عادي خالص وعملت الانفكشن كنترول تمام. ورحت جيت بقى بعدها ادينا اول كربولة بنج للمدام دي. فبعدها ب5 دقايق حاسه بحاجه؟ لا مش حاسه، بمجرد ما احط الكونتر في بقها الصريخ يشتغل. طيب جيت بعدها الدكتوره قالت لي طب ماشي هندي كربولة بنج كمان، ادينا واحده بنج كمان. فطب يا مدام حاسه بحاجه؟ لا مش حاسه بتنميل بس. جميل قوي، هو ده المطلوب. نيجي ندي بمجرد ما احط الكونتر في بقها الصريخ يشتغل. التالتة الدكتوره جت دكتوره غيرها بقى ادت كربولة بنج تالتة. يعني انت متخيل ست خدت 3 كربولات بنج؟ فانا اول حاله في حياتي اشتغلها خدت 3 كربولات بنج، وفي الاخر برضه نفس المشكله، احط الكونترا الصريخ يشتغل. فما تمتش الحال. الدكتوره قالت لي خلاص هو نصيبك كده. ف بصراحه اللي هو انا والله يمكن سبحان الله يمكن كانت رساله من ربنا ليا بالليل. يعني انت اللي هو انت فعلا، انا كنت ناوي اتكلم عن كده، انت ممكن فعلا تعمل كل حاجه وفعلا من الموضوع ما يتمش. وسبحان الله يمكن كانت رساله ليا، يعني يمكن كانت رساله جايه ليا. فانت التاني كده لو لا قدر الله خدت بكل الاسباب، واهم سبب التوكل. عشان تبقى ذكي بقى، اهم سبب في كل ده التوكل. فكنا في درس احد مشايخنا ربنا يحفظهم قال لنا، سالنا سؤال كده بشكل عام، قال لنا التوكل سبب ولا مش سبب؟ فانقسموا قسم قال سبب وقسم قال مش سبب.
فالاجابه بتاعت الشيخ كانت بصراحه، انا كنت من الناس اللي قالت مش سبب. انا كنت معتقد ان التوكل ده اعتقاد جواك كده، اللي هو انت على يقين فعلا ان انت ربنا هي ايه هييسر لك كل حاجه. فهو راح الشيخ قال لنا بالعكس، التوكل ده اهم سبب واقوى سبب، والسبب اللي انت ما ينفعش تتحرك من غيره، بل يكاد يكون هو السبب اللي يعني ايه اللي بيمشي الاسباب التانية. وفعلا ضرب لنا مثال، وفعلا ربنا يبارك له يعني. بس فدي الفكره. فيعني انا والله ايه، وان ليس للانسان الا ما سعى. احنا مش مأجورين على النتيجه خالص، بالعكس. هل انا كل اللي انا عملته ده، وان انا قعدت ذاكرت، وان انا قعدت حضرت نفسي، وان انا قعدت الف يجي ساعه ونص ولا ساعه على بيشنت عشان الاقي بيشنت واشتغل، هل كل ده هيروح هدر؟ لا والله، والله ما هيروح هدر. وفعلا زميلي محمود الله يبارك له هو اللي يعني لحقني بالكلمتين دول في الوقت اللي انا كنت خلاص محبط فيه لدرجه يعني ايه، خلاص بقى اللي هو الهمه كانت جت. فهو قال لي يا ابني ماشي عادي، ايه اللي حصل؟ انت مأجور على كل ده. فانا فعلا لوهله ادركت، لا انت فعلا مأجور على السعي، انت مش مأجور على النتيجه. وان ليس للانسان الا ما سعى. فانت اسعى واعمل اللي عليك، وخد بالاسباب، وخد كل الحلول اللي في ايديك واللي تقدر تعملها، والمطلوب منك كله اعمله. والله حصل الحمد لله. طب ما حصلش برضه الحمد لله. احنا عبيد لله عز وجل، يصرفنا كيف يشاء. بس والله الامور اللي انت عاوزها مشيت زي ما انت عاوز، الحمد لله، قدر ربك. طب برضه ما مشيت، برضه قدر ربك. سواء القدر خير او شر، مطالبين بان احنا نتعامل معاه بالتسليم. ومفيش حد يعلمك الدرس ده قد اهل غزه دلوقتي. انت متخيل؟ بيوتهم بتتضرب وحياتهم بتتشرد، ومع ذلك الراجل فيهم يموت له عيل واثنين وثلاثه ويقول لك شهداء ولله الحمد. الست يروح جوزها واولادها وبتاع شهداء، نحتسبهم شهداء. فاهل غزه بيدوك دروس في الصبر، اهل غزه بيدوك دروس في الاحتساب عند الله عز وجل. فنسال الله ان هو ينصرهم، وان يجعل احزانهم يا رب اخر يا رب، ويثبت اقدامهم، ويزلزل الارض من تحت اعدائهم. ما تنساش تدعوا لاهل غزه بالله عليكم، ما تنساش تدعوا لاهل فلسطين كلهم، ما تنسوش تدعوا لاهل فلسطين كلهم. ده اللي في ايدينا وده اللي نقدر عليه. نسال الله ان يثبتهم وينصرهم ويعينهم على اللي هم فيه، ويعينهم على اللي هم فيه. والله والله يا بخت شهدائهم، يا بخت شهدائهم. زمانهم منعمين في الجنه ونعيمها دلوقتي، زمانهم منعمين في الجنه ونعيمها، لا شقاء ولا مرض ولا حروب ولا قصف ولا خلاص. عناء الدنيا كله خلص، عناء الدنيا كله خلص. فنحتسبهم شهداء عند الله، وربنا يشفي مصابيهم ويصبر أهلهم، اللهم آمين. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.